ركز معايا شوية. هو النرجسيين الرجالة أقوى ولا النرجسيات الستات؟ وهو النرجسيين الرجالة أشرس ولا النرجسيات الستات؟ بص يا سيدي، النرجسيين الرجالة أقوى لأن عندهم قوتين. القوة الجسمانية، طبعا عارفين إن القوة الجسمانية بتاعت الراجل أقوى من الست. القوة التانية اللي عندهم قوة المال، قوة المادة، هو اللي بيصرف، هو اللي بيدفع، هو اللي بيبذخ. مع إن في ستات هي اللي بتصرف، تبقوا ضحايا برضو لنرجسي، فهم اللي بيصرفوا ويدعوا الغلب يعني. لكن هو الأقوى جسمانيا وماديا، هو اللي بيتحكم حتى في الفلوس، حتى لو الست هي اللي جابتها. أما الأشرس فهي النرجسيات الستات أشرس من النرجسيين الرجالة. ليه؟ لأن النرجسيات بتواجه راجل عنده رجولة وعنده عنده عنفوان، فهم لازم يبقوا شرسات لأنهم بينتهكوا رجولة الرجل، بيسحبوا رجولته بشراسة وبقلة أدب وبأساليب قاسية جدا. فالنرجسيات أشرس من النرجسيين الرجالة. وديها للي مستنيها.